في أجواء احتفالية رائعة التقى اليوم أكثر من 10,000 مشارك في مدينة ميونخ بألمانيا إحياء لذكرى عيد الإضحى المبارك. جنسيات متعددة، قوميات متعددة، ثقافات متعددة أيضا، طبعا أغلبهم مسلمين، ولكن كان أيضا حتى بعض الضيوف غير المسلمين. الاحتفال نظمته جمعية المسلمرات أو المجلس الإسلامي الأعلى بميونخ، وهو تجمع للجمعيات الإسلامية بالمدينة، وقام بالتنسيق مع كل مساجد المدينة من أجل إحياء هذا اليوم، ولذلك كان العدد كبير جدا وعدد رائع جدا واحتفال مهم جدا. صلى الله عليه وسلم أنتم نور الهداية، أنتم للحق راية، أنتم نور الهداية، أنتم للحق راية. حطموا قيد الغواية، حطموا قيد الغواية، وانصروا دين محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الكل عادي ونورمال، وأصبح يعني معمول به في كثير من العواصم الأوروبية. المشكل وين؟ أنه ثم جمعيات في المدينة تنتمي إلى اليسار الراديكالي، وآخرين إلى اليمين الراديكالي أيضا، واللي طالبوا بمنع هذا الاحتفال، وطالبوا بعدم مشاركة ممثلين لبلدية ميونخ في هذا الاحتفال، بدعوى أن هذا الاحتفال يدعو إلى أسلمة ميونخ. والأخطر من ذلك، وقد ذكر بالاسم، حضور المركز الإسلامي بميونخ أو مشاركة المركز الإسلامي بميونخ في هذا الاحتفال، وأيضا مسجد الأحبة. المركز الإسلامي هو أقدم مركز أو أقدم مسجد في مدينة ميونخ حسب علمي، تأسس منذ نهاية الستينات. ومسجد الأحبة هو أحد المساجد الأساسية في مدينة ميونخ، واللي يلتقي فيه المسلمون من جنسيات وقوميات متعددة أيضا، وله حضور جيد في المدينة. أصدرت هذه الجمعية بيان حقيقة من أغبى ما قرأت، حاول ربط المركز الإسلامي ومسجد الأحبة، وأيضا أشار إلى جمعية ميلوغريش، وحاول ربطها بمعاداة السامية، وأيضا بانتمائها إلى تنظيم الإخوان المسلمون وغيرها من الخزعبلات الفارغة. وأكد البيان على ضرورة أن لا يشارك ممثل عن رئيس البلدية وممثلين عن الأديان الموجودة في المدينة في هذا الاحتفال. الحمد لله أن ممثل رئيس البلدية كان موجودا، ممثلي الديانة المسيحية كانوا موجودين، وأيضا ممثلين عن الديانة اليهودية كانوا أيضا موجودون في هذا الاحتفال. Aber wir können zusammenleben, friedlich und freundschaftlich. Und das ist wunderbar. Ich bedanke mich dafür bei euch allen von ganzem Herzen. الهدف من هذا الفيديو هو أني أريد أن أبلغ رسالة إلى متطرفي اليمين ومتطرفي اليسار، أن حالة التعايش الإيجابية والجيدة التي نعيشها في ميونخ بالذات وفي ألمانيا عموما، وحالة الحوار والتواصل الموجود بين الأديان، حالة متقدمة جدا ورائدة جدا، ولا تؤثر فيها بشكل كبير، أقول لا تؤثر فيها بشكل كبير الأحداث الخارجية في العالم. نحن لسنا مسؤولون عنها، نتفاعل معها، ولكن الحوار يبقى بيننا متواصل. دعوات التطرف والتشدد من اليمين من اليسار أو حتى من المسلمين المتشددين لا يكتب لها أن تنجح في أجواء التحاور والتعايش السلمي الموجود في ميونخ وفي غيره. إذن فلنحتفل بالعيد على ضوء التسامح، على ضوء الإخاء، على ضوء التعايش مع الآخرين، ودعنا من كل دعوات التطرف. وإلى شريط جديد أستودعكم، السلام عليكم.